السلام عليكم. عايزك تتخيل معايا إن الغرفة بتاعتك أو بيتك مليان فوضى، وكل ما تحاول ترتبه وترجع تاني لنفس المشكلة، أو إنك بتشتري حاجات كتير بس ما بتحسش بالسعادة. في كتاب سحر الترتيب، ماري كوندو خبيرة الترتيب اليابانية هتعلمك إزاي ترتب بيتك كله مرة واحدة وما ترجعش للفوضى تاني. الكتاب ده مش بس عن الترتيب، ده عن إزاي تعيش حياة أبسط وأسعد من خلال التخلص من الحاجات القديمة. رتب مرة واحدة، ما ترجعش للفوضى. ماري كوندو بتقول إن معظم الناس بترتب كل يوم زي الغرفة أو الدولاب أو المكتبة، وده غلط، لأن لو في كراكيب أو حاجات قديمة هتنقليها من غرفة لغرفة تانية. الحل هو إنك ترتبي البيت كله مرة واحدة بطريقة جذرية، وده ممكن في الأول يكون صعب. يعني بدل ما نرتب الأوضة النهاردة والدولاب بكرة، نرتب كل حاجة في يوم واحد أو في يومين. كوندو بتحكي عن واحدة كانت دايما بترتب غرفتها، بس كل مرة ترجع للفوضى، لأنها كانت بتطلع الكتب القديمة من تحت السرير تحطها برا الغرفة في المكتبة، وبعدين لما تيجي ترتب المكتبة بترجع الكتب في الدولاب جوه الغرفة، ولما ترتب الدولاب بتشيلهم تحطهم تحت السرير، ولما ترتب السرير تشيلهم تحطهم في حتة تانية، وهكذا الدايرة لا يمكن تخلص. إنما لما رتبت كل حاجة مرة واحدة بطريقة كوندو، بقت حياتها أكتر تنظيم وسعادة. اسأل نفسك، الحاجة دي بتفرحني؟ القاعدة الأساسية عند ماري كوندو هي إنك تسأل نفسك عن كل حاجة في بيتك، دي بتفرحني أو ليها لازمة؟ لو الإجابة لأ، ارميها أو اتبرع بيها. مثلا لو عندك فستان اشتريتيه من سنتين وما لبستيهوش، وكل ما تشوفيه بتحسي بالذنب، يبقى تخلصي منه. كوندو بتقول إنك لازم تحيط نفسك بالحاجات اللي بتحبها بس عشان بيتك يبقى مكان مليان طاقة إيجابية. رتب حسب الفئة مش حسب المكان. كوندو بتقترح طريقة مختلفة للترتيب. رتب حسب نوع الحاجة مش حسب الأوضة. يعني ابدأ بترتيب الملابس كلها من كل الغرف، وبعدين الكتب، وبعدين الأغراض الصغيرة، وأخيرا الحاجات العاطفية زي الصور وكروت الدعوات، وهكذا. مثلا لو بدأت بالملابس، اجمعي هدومك كلها في مكان واحد، وبعدين ابدأي اختاري اللي بيفرحك منهم. الطريقة دي بتخليكي تشوفي كمية الحاجات اللي عندك وتقرري اللي يستاهل يفضل في الدولاب. التخلص من الحاجات، ما تحتفظش بالماضي. كتير مننا بيحتفظ بحاجات للذكرى زي تذكرة سينما قديمة أو هدية من حد مش بتحبيه. كوندو بتقول إن الاحتفاظ بالحاجات دي بيربطك بالماضي ويمنعك تعيش الحاضر، وبتحكي عن واحدة كانت بتحتفظ بكتب دراسية قديمة يمكن تحتاجها يوما ما، بس لما تخلصت منها حست إنها أخف وحياتها أبسط. كل حاجة ليها مكان، خلي بيتك منظم. بعد ما تختاري الحاجات اللي بتفرحك، كوندو بتقول إنك لازم تدي كل حاجة مكان مخصص. مثلا لو عندك أقلام، حطيها في علبة مخصصة مش ترميها في أي درج. كوندو كانت بتحكي في الكتاب عن بتدور كل يوم على المفاتيح بتاعتها، فلما حددت مكان ثابت للمفاتيح بقت الحياة أسهل وأقل توتر. خصصي لكل حاجة مكان، وما تسيبيش مكان فاضي من غير تخصص، زي رف فاضي في المكتبة من غير تخصيص، ده هيكون أكتر رف فيه كراكيب مستقبلا، لأن أي حاجة هتقدم أو ملهاش مكان هتتحط فيه. النقد، الاستهلاك الزيادة بيضر. كوندو بتنتقد فكرة إننا بنشتري حاجات كتير علشان نحس بالسعادة. كتير بنقول أنا هشتري الشنطة دي علشان هتفرحني، بس في الآخر بنكتشف إنها بقت حاجة زيادة في الدولاب زي حاجات كتير. زي ما اتكلمنا في كتاب زي فن اللامبالاة، السعادة الحقيقية بتيجي لما تركز على اللي بيفرحك بجد، مش لما تملي بيتك بحاجات، ودي بتبقى اسمها سعادة وهمية. نصايح عملية علشان ترتب حياتك. ماري كوندو بتديك خطوات واضحة زي رتب مرة واحدة، ما تقسمش الترتيب، اعمل كل حاجة في يوم أو يومين. اسأل نفسك عن كل حاجة في بيتك بتفرحك، لو لأ تخلص منها. رتب حسب الفئة، ابدأ بالهدوم وبعدين الكتب وبعدين الباقي. تخلص من الماضي، ما تحتفظش بالحاجات للذكرى لو ما بتفرحكش. حدد مكان لكل حاجة، خلي كل غرض في بيتك ليه مكان مخصص. اشتري أقل، ركز على اللي بتحبه بجد مش على الكمية. الفكرة النهائية، سحر الترتيب مش بس عن ترتيب البيت، ده عن ترتيب حياتك كلها.
الاحتفاظ بالحاجات اللي ما بتفرحكش بيخليك عايش في فوضى. رتب بيتك مرة واحدة، اختار الحاجات اللي بتفرحك وهتعيش حياة أبسط وأسعد. وطبعا لو عجبك الملخص ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر علشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده. كان معاكم محمد إيراني.